مميز، بس المره دي فيه كده تفصيله بسيطه. انت معاك كاميرتين، الجهاز هنا عملوا كاميرا الناحيه دي، ناس كتير قوي هتتكلم، حتى كمان لو خدت بالك حاله الجهاز بتبين قوي لسه الكاميرا اللازقه بتاعته عليه ما اتشالتش. بص، في اجهزه دايما كده لما بتيجي تتكلم عنها بتبقى مش محتاج انت تركز قوي، انت محتاج بس كل اللي تعمله انت تقول ان هي موجوده عندي، بس هي متوفره، لان الاجهزه التفاصيل بتاعتها ومميزاتها هتخليك مش محتاج تفكر كتير ان انت تشتريها ولا لا. الجهاز زي ده احنا بنتكلم، طيب اغلب الاجهزه اللي بتكون اكس 360 بتكون في الغالب بمعالج انتل، وهيكون معاها كارت شاشه الانتجريتد بتاعها اللي هو انتل ايرس، وده ما بيكونش كافي جدا لو استخداماتك فوتوشوب سواء متوسطه او الحاجات ال2 دي عامه. طبعا مع معالج الام دي الرايزن 5 ال 5600 يو هيكون طبعا كارت الشاشه بتاع الانتجريتد طبعا بتاعك معاك، مع الرامات اللي هتكون ب 3200 16 جيجا، فانت بتتكلم على جهاز 2 ان 1 هيديك كل التفاصيل اللي بيدور عليها. طبعا الشكل اتش بي المميز اللي دايما بنسال عليه ودايما بيكون فعلا مميز، بس المره دي فيه كده تفصيله بسيطه مش عارف ممكن تفرق مع اللي هيستخدمه ولا لا. انت معاك كاميرتين، الجهاز هنا عملوا كاميرا الناحيه دي، ناس كتير قوي هتتكلم، حتى كمان لو خدت بالك حاله الجهاز بتبين قوي لسه الكاميرا اللازقه بتاعته عليه ما اتشالتش، بس الكاميرا دي وجودها عشان لو انت حبيت تستخدم الجهاز كتابلت يبقى معاك كاميرا خلفيه غير الكاميرا الاماميه اللي هتلاقيها هنا مع الفيس اي دي والبصمه. مش عارف الاي ار سنسور باين معاك هنا ولا لا. طبعا الشاتر موجود، شاشه طبعا 13 انش، والقلم اتش بي طبعا متوفر، بيخلي التجربه مختلفه تماما. يعيب الجهاز ده بس حاجه واحده، ان ممكن يكون فريمه كبير شويه من تحت، بس قصاد كده انت كل الحاجات كلها مش هتتنازل عن اي حاجه ثانيه. معاك طبعا الكيبورد اللي بتيجي من اتش بي اللي هي زرايرها تكون مريحه جدا للاستخدام، مع وجود الفينجر برينت طبعا رايزن 5 5600 يو، بنتكلم بيعادل تقريبا الجيل ال 13، ودي مقارنه سريعه تقدر تاكد منها وتشوف قد ايه التفاصيل. هنا الرايزن 5 واخد 15 155 نقطه، على عكس الاي 7 الجيل ال 13 واخد 14 191 نقطه في السي بي يو البنش مارك. طبعا كل التفاصيل دي كلها مع الكارت الانتجريتد هتديك تفاصيل. تعالى بس مش بس كده، انا بكلمك حتى على المعالج التردد بتاعه بيوصل 2 3 جيجا هرتز، على عكس الاي 7 13 اللي بيكون 1.7 جيجا هرتز. طبعا تفاصيل الجهاز ده بتخليه فعلا يكون افضل الاختيارات اللي ممكن تعتمد عليه. طبعا الحاله مش هكلمك عليها، خلاص اتعودت في منتج ستور، مش هتقبل غير بالحاله اللي فعلا تكون تليق بيك. طبعا اتش بي برو بوك 435 معالج رايزن 5 هيكون اختيار مميز جدا، موجود طبعا في منتج ستور، وكمان موجود معاه القلم تاتش الاتش بي الاوريجينال، مش قلم جينيريك تقدر تستخدمه. كل ده هتلاقيه في منتج ستور، واستنى فيديو الجيل ال 13 عشان يبقى الاثنين لما تيجي هنا في منتج ستور تعرف تعمل مقارنه وتختار فعلا الانسب.